الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تعالوا نشوف المستشار أحمد ماهر هيقول إيه ونرد عليه إن شاء الله تعالى. يبقى اسم عملية إن أنت تقول لي برضه في الأهازيج الفقهية بتاعت الأئمة بتوع زمان إنه كل الصحابة عدول، ده معلش خرق عقلي. لما يبقى في واحد بيبصبص لزوجة الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول يعني لما الرسول يموت أنا هتجوز فلانة، يقوم ينزل قول المولى عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ده كويس مش دول صحابة برضه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحمد ماهر يطعن في عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتهم الصحابي بلفظ يعني هذا اللفظ لا يليق بأبناء الشوارع، فضلا عن أن يليق بواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني يقول عن صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بيبصبص لزوجة النبي. هل هذا الرجل يحترم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا الرجل يوقر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا الرجل يخاف الله رب العالمين؟ هل هذا الرجل يوقر الله رب العالمين ويوقر نبيه صلى الله عليه وسلم؟ يقول يبصبص لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام أو لزوجة النبي عليه الصلاة والسلام، يبصبص على حساب إن إحنا ماشيين في الشارع أو قاعدين على القهوة يبصبص. ده بكل صراحة دي قلة أدب، والله العظيم بجد بكل صراحة كده قلة أدب أن تقول في صحابي وتتهمه هذا الاتهام القبيح. فحاجة اسمها بيبصبص يا من يقال لك أنك مستشار لصحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لتطعن بذلك في عدالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت تعرف معنى العدالة أصلا؟ لا يقع من بعضهم بعض المعاصي. وهل قال أحد بأن أفراد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم معصومون؟ لم يقل أحد بذلك، ليس أحد معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. ولكنك تتعامل بخبث ومكر، فتأخذ هذه البعض الأمور التي وقع فيها بعض الصحابة لتطعن بها في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وتنتقص منهم انتقاصا خبيثا انتقاصا قبيحا، وتتهمون بألفاظ يعني ألفاظ لا يقولها أبناء الشوارع ولا يفعلها أبناء الشوارع ولا يفعلها السوق من الناس. عدالة الصحابة رضوان الله تعالى ثابتة في كتاب الله تعالى، وثابتة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي تنكره. ومعنى عدالتهم رضوان الله تعالى عليهم ليس معناها أنهم معصومون من الوقوع في، أو بعضهم معصوم من الوقوع في بعض الزلل أو بعض الخطأ، لم يقل أحد بهذا. وليس المقصود، اسمع تعلم هذه القاعدة الجليلة: الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ليسوا بمعصومين من الخطأ. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ليسوا معصومين من الوقوع في الخطأ والذلات الصغير أو الكبائر، ولكن المقصود بعدالتهم وتمام الثقة بأقوالهم وأخبارهم، فلا يتعمدون الكذب في شهادتهم ولا في أخبارهم، ولا يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا ندري من الناس منتقص العدالة، أنت الكذاب الذي تكذب على رسول الله وتتعمد الكذب عليه، أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أثنى الله رب العالمين عليهم بقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اتفق أهل السنة على أن الجميع أي الصحابة عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. انتهى من الإصابة في تمييز الصحابة كلهم عدول، ووقوع بعضهم في بعض الذنوب والمعاصي هذا لا يقدح في عدالتهم كما تبين لكم.